بسم الله. في الفيديو ده هنتكلم عن ميني بروجكتس نبدأ ان احنا نعملها ان شاء الله بإذن الله مع بعضينا. شوفوا الفيديو ده معايا كده. طيب لحد هنا كده وده الفيديو بتاعنا. تعالى بقى نبدأ ان احنا نعمل البروجكت ده مع بعضينا. طبعا احنا هنلغي كل اللايرز دي ونبدأ ان احنا نمشي خطوة بخطوة. اول حاجة هندخل على الميديا بتاعتنا ونشوف احنا حاطين الادوات بتاعتنا او الاليمنتس فين. كورس الموشن جرافيك ده اللي احنا كنا حاطين عليها الاليمنتس. هناخد الصورة البيفور تمام وناخد الصورة الافتر برضه بالشكل ده تمام. وزي ما احنا عارفين ان علشان الاتنين في نفس المكان وجزئية ان الاتنين لايرز فوق بعض وبالتالي اللي فوق هو اللي ابتدى ان هو يظهر الاول. فهنبدأ ان احنا نبعدهم الاتنين عن بعض عشان يبتدوا ان هم يظهروا. زي ما شفنا في الفيديو اوله ان الاتنين دخلوا في وش بعض وبعد كده دي ابتدت ان هي تختفي وبعد كده ابتدت ان دي تكبر وبعد كده يترسم الخط بتاع السمايل اناليسيس. تعال نشوف الموضوع ده تم ازاي. اول حاجه هبتدي ان انا امسك اي صوره من الاثنين وهبتدي ان انا اضغط على الموف والترانسفورم وبعد كده هبتدي ان انا اروتيت ات بالشكل ده عشان تعمل الزاويه اللي انا عايزها وابتدي ان انا احركها بالشكل ده كده. طيب دلوقتي كده هي شكلها صغير فهنبدا ان احنا نكبر السكيل بتاعها بالشكل ده تمام ونحاول ان احنا نخليها تيجي بالشكل ده كده. وهنا نكون خلصنا الجزئيه الاولانيه. نيجي للصوره الثانيه بتاعتنا نفس الكلام. هنبدا ان احنا ندخل على الموف والترانسفورم ونروتيت بالشكل اللي هو الايه المعاكس للصوره الثانيه ونبدا ان احنا نحركها بالشكل ده وما ننساش طبعا ان احنا نزود السكيل بالشكل ده. وبعد كده هنبدا ان احنا نقرب الايه الصوره بتاعتنا عشان تبقى عامله الجزء ده كده. طيب بعد كده هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ هنتك على كي فريم لكل من الصورتين في نفس اللحظه لان انا محتاج الاثنين يدخلوا في نفس الثانيه تمام. وبالتالي هضغط دلوقتي كده كي فريم هنا تمام واروح جاي لاغي وادخل على اللاير اللي تحتيها واروح جاي ضاغط كي فريم وكل الكلام ده واحنا عند البوزيشن تمام. وبعد كده هتحرك مسافه وليكن مثلا ثانيتين تمام. انا بس ببعدها علشان تقدر انك تشوف الحركه واروح جاي عامل الكي فريم التاني بالشكل ده والتاني بالشكل ده. طيب انا دلوقتي كده عايزها تيجي من بره لجوه فهبتدي ان انا افتح بالشكل ده كده وهرجع لورا لان انا محتاجها ان هي ايه تيجي من ايه من بره لجوه وبالتالي انا عايز احفظ الاحداثيات في الكي فريم الاولاني ان هي تكون بره بالشكل ده. وهنا ده اللي احنا هنعمله في الكي فريم الاول ده اهو تمام. طيب حضرتك دلوقتي كده لقيناها دخلت ليه؟ لان الكي فريم الثاني حافظ الاحداثيات الايه الثانيه ان هي تكون في النقطه دي. دي طريقه تمام. طيب وهنيجي برضو نفس الكلام ندخل على دي ونبدا ان احنا نرجعها لورا بالشكل ده كده. وطبعا هو حافظ الاحداثيات بتاعته للنقطه الجديده بالشكل ده. اهم حاجه قبل ما نقفل لازم نعمل مين؟ الجراف بتاعنا. الجراف بتاعنا اللي احنا حضرتك متعودين عليه اهو وناخده كوبي بالشكل ده وننزل على اللي تحت ونعمل الجراف بيست بالشكل ده كده عشان الاثنين يدخلوا بنفس الحركه. ونبدا ان احنا نشغل لقينا الاثنين دخلوا بالشكل ده. وانس ان الحركه وقفت ادخل على الحركه الثانيه. وهي عباره عن ايه الحركه الثانيه؟ عباره عن ان انا هخلي دي تبعد وبالتالي لازم علشان تبعد حضرتك لو جيت تحرك دلوقتي كده هتعمل تغيير في الكي فريم الايه النهائي اللي احنا واقفين عليه وبالتالي الحركه كلها تتغير. ركز كده معايا بص ايه اللي هيحصل. تعالى كده من الاول بص هتلاقيها جت على كي فريم بشكل تاني خالص. علشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها حافظ للايه للكي فريم وده ان انا بدخل 2 او 3 فريم واعمل كي فريم تاني والكي فريم ده بسميه حافظ تمام للحركه. وانهي حركه؟ لحركه البوزيشن وبعدين اتحرك شويه تمام وببتدي ان انا ادخل واعمل الحركه الثانيه بالشكل ده. في نفس الفتره دي انا محتاج الافتر تيجي الناحيه دي وتلف وتكبر تمام. ركز بقى معايا كده هنعملها ازاي. هنيجي دلوقتي كده اهو بص ايه اللي حصل. دخلنا وبعد كده راحت دي راجعه لورا في الوقت اللي هي بترجع فيه دي لازم تيجي وتلف هنا بالشكل ده. تعالى بقى كده نيجي هنا
في الوقت اللي هي خرجت فيه لازم تكون التانية دخلت وايه وكبرت. فهاجي على الكي فريم اللي موجود تحت زي ما حضرتك مركز كده جامد، هتلاقي ان بدايه الكي فريم بتاعه الحركه للصوره اللي هي البيفور. تمام تمام اهو عشان اكد لك ان دي البدايه، وبعد كده هنخلي الريدر بالشكل ده. تمام، بحيث يكون الريدر واقف في نفس النقطه عند الافتر فوق، ونيجي هنا ونعمل الحافظ بتاعنا برضو نفس الكلام. طيب انا عايز دلوقتي كده في نفس الوقت ده وفي نهايه الوقت ده تكون دخلت هي هنا، اللي هو الوقت ده مثلا كده. تمام، عايز دلوقتي كده اعمل ايه؟ اروح جاي مخليها تيجي وتكبر وتلف. تمام، ركز بقى معايا، تيجي وتكبر وتلف، يبقى معنى كده ان انا هعمل الثلاثه كي فريم في نفس النقطه اللي انا واقف عليها. الكي فريم الثاني تمام بتاع الروتيشن، الكي فريم الثالث بتاع مين؟ بتاع السكيل. وابتدي اني انا اتحرك لحد ما دي تختفي بالشكل ده. تمام، واروح جاي متحرك. تمام، وبعد كده هروح جاي لافف بالشكل ده كده عشان تبقى الزاويه 90. تمام، وطبعا زي ما احنا عارفين احنا عايزينها ان هي تيجي بالشكل ده كده، وعايز ان انا اكبر الحجم بتاعها بحيث ان هي تكون بالشكل ده كده. واهم حاجه اهم حاجه ما ننساش الجراف بتاعنا. تمام، اهو نبدا ان احنا نعمل بيست للكيرف. تمام، وده على البوزيشن، بيست للكيرف، وده على الروتيشن، وبعد كده نيجي هنا نعمل على السكيل بيست للكيرف. وتعالى ابدا كده حضرتك الفيديو من الاول. بص ندخلوا مع بعض، رجعت جت في مكان. شفت الفرق؟ تمام اهو، وراحت دي جايه بالشكل ده كده. طيب وانس ان هي دخلت، تمام، اللي هي الصوره الافتر، انا عايز ان انا ارسم. تمام، دلوقتي كده ارسم وانس ان احنا دخلنا. تمام، اللي هي زي السمايل اناليسيس. هدخل وهعمل دلوقتي كده على الفيكتور. طبعا انا شارح كل الكلام ده كل خطوه لوحديها بالتفصيل، ولكن انا برضو بعيد معاكم عادي جدا مفيش مشاكل. هبتدي ان انا ارسم دلوقتي كده الخط بتاعي. تمام، وطبعا اول ما اللون ده يعمل احمر ده معناه ان احنا دلوقتي كده واقفين بالظبط او في السنتر يعني. تمام، طيب احنا هنا طبعا مش واقفين قوي في السنتر، بس خلينا ايه نعدي الدنيا. رسمنا الخط بتاعنا. تمام، عايز مثلا اغير الكالر بتاعه واخليه مثلا لون ابيض. تمام، وزي ما قلت قبل كده عايزين نديله لون جمالي او حاجه كده تديله جمال او افكت، وهنبدا ان احنا ندخل على الجلو افكت بالشكل ده. دخلنا عملنا الستاندرد. تمام، قللنا الاكسبوجر بتاعنا بالشكل ده. نعمل نفس اللون بتاع الخط اللي هو اللون الابيض. تمام، وهبتدي ان انا اشوف الايفكت، وعلشان اتاكد ان الايفكت فعليا يعني اتعمل وكان شكله كويس ابتدي ان انا اشيله وابتدي ان انا ابص عليه. ركز. تمام، بدي ادخل على الايفكت واضغط الاقي ان فعليا حصل تغيير. تمام، طيب دلوقتي كده احنا عملنا الخط بتاعنا. تعالى بقى نرسم الشيب الثاني وهو عباره عن الكيرف. وعشان ترسم الكيرف لازم يبقى عندك نقطتين، 2 بوينت. تمام، من الكناين للكناين. تمام بالشكل ده. بعد ما رسمنا الجزء ده عايزين نعمل دلوقتي كده الشيب بتاعنا، وده احنا هنعمله ازاي؟ هنرجع ندخل على الشيب، نيديت البوينت. تمام، ونبدا ان احنا نتحرك بالشكل بتاعنا ده كده. تمام اهو، ونيجي في النص وان احنا نحرك الماوس باد لتحت بالشكل ده، وبعد كده نضغط على العلامه بتاعه الكيرف. وطالما جاي على المربع يبقى لا ما ينفعش اتحرك قدام وارجع تاني، ويبقى كده الكيرف بتاعنا اتعمل بالشكل المظبوط. طيب هل ده كده كيرف؟ لا. هندخل على الشيب مره تانيه، نيجي دلوقتي كده عند الكلر والفيل ونلغيه. هنلغي ان هو ما بقاش موجود. هنرجع تاني ندخل على الشيب، ندخل على البوردر ونفتح الستروك. تمام، ونبدا ان احنا نغير الستروك للون مثلا دلوقتي كده الازرق بالشكل ده. انا كل دي بديها امثله. تمام، هندخل دلوقتي كده على الشيب اللي هو بتاع الكيرف وندخل نعمل له تأثير. لو حضرتك مش عايز تدخل وتعمل التأثير بتدخل وتاخده كوبي وتعمل له بيست مرة تانية على اللاير بتاعة الشيب بتاع الكيرف من اللاير الأولانية بتاعة اللاين، ولكن أنا هدخل أعمله هنا عشان أنا عايز أظبط اللون بتاعه. تمام، هنبدأ إن إحنا ندخل هنا ونقلل الإكسبوجر بالشكل ده. تمام، وبعد كده هنبدأ إن إحنا
نيجي على اللون ونخليه نفس اللون بتاع الكيرف بالشكل ده كده، فاداني الايفكت اللي حضرتك شايفه. ولكن بص لو جينا نركز دلوقتي كده هنلاقي ان اللاير طلعت مره واحده، انا مش عايزه يعمل كده، انا عايز ارسمه. وعلشان ارسمه هبتدي ان انا ادخل على ايفكت وبعد كده اد ايفكت ونعمل الدرو. بعد ما عملنا على الدرو هبتدي ستاندرد سيتنج وابتدي ان انا اشوف انا عايزه يترسم ازاي. هل انا عايزه يترسم بالشكل ده ولا بالعكس؟ انا عايزه يترسم من عند الايه، من عند الاند بالشكل ده. هضغط على كي فريم وهتحرك دلوقتي كده مده من الزمن بالشكل ده، وهبتدي اني انا ارسم الخط بتاعي بالشكل ده كده. تمام، هقرب شويه الكي فريم عشان الحركه بس تحصل بشكل سريع فتبدا انها تجذب العين. وقبل ما اخرج لازم اعمل الكيرف بتاعي بيست للكيرف. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل نقطه مهمه جدا وهي كوبي للايفكت ده عشان ابتدي ان انا اعمل له بيست، وزي ما اتفقنا في اول اللاير. وبعد كده نيجي على الايفكت. تمام، وبعد كده نبدا ان احنا نعمل بيست للايفكت. تمام، ركز دلوقتي كده معايا ايه اللي هيحصل. الاتنين اترسموا مع بعض في نفس الوقت. تمام، عايز تظبط طبعا في الكيرف بتاع حضرتك هتعمل اديت للبوينت وتبدا انك مثلا تعمله بالشكل ده، وتيجي هنا مثلا عند النقطه الثانيه دي عشان تعدله بالشكل ده كده. فكده احنا عدلناه، ولاحظ الفرق ما بينهم، دخلوا الاثنين بعدت لفه الاثنين لاين اتعملوا بالشكل ده. وانس ان حضرتك خلصت الخطوه دي لازم تمسح دلوقتي كده الاجزاء المتبقيه. فهنروح جايين ضاغطين عليهم كلهم بالشكل ده كده. تمام، ونبدا ان احنا نضغط على الزرار ده اللي هو بيمسح ما قبل الايه اللاير بالشكل ده كده. تمام، وبعد كده تفك الايه اللايرنج بالشكل ده علشان يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا عند النقطه دي. تمام، وبس كده.